ازيكم يا اصحابي يا حلوين، عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. لو كنت اول مره بتشوفيني، انا بسمة ودي قناتي، وبتمنى تاخدي جوله فيها وباذن الله تعجبك. بس اوعي تنسيني بلايك وشير سبسكرايب كومنت حلو منك، في دعوه حلوه ليا. ويلا بينا نبدا على فيديو النهارده ونصلي مع بعض على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ونبدا على فيديو النهارده. طبعا في المونتاج انتوا عارفين ليلي بتسجل معايا. بصوا بقى، الكيس اللي انا طلعتها من الدولاب دي اللي هي فيها لبس الصيفي اللي انا لسه جايباه بتاع الاولاد يعني وكده. هبقى اصوره لكم في مره، بس اما اجمع، انا لسه بجمع بقيه الحاجات التانية. المهم، احنا بنجيب الحاجه بدري. إيه مش عارفه يعني، عشان الزحمه، علشان مش بنملك ننزل في رمضان كتير نجيب مشتريات، كلام من ده يعني، فبنختصر يعني كل الكلام ده كله. بس المهم، بصوا بقى، عايزه اغير الملايات. من ساعه ما فرشتها معاكم ما غيرتهاش، مش عارفه ليه كده بقيت بطول قوي في الملايات. يمكن ايه يا حبيبي؟ اللعبه وقعت، معلش. إيه بقول يمكن عشان الدنيا ساقعه، بحب ادفلهم من المكان يعني وكده، بس اخري اخش اغير الملايات، ارتب الارض، نشيل اللعب، كلام من ده كده كله. فالنهارده بقى هنظبط الاوضه وننضفها، وعايزه ازعفها، هعمل حاجات كتير يعني في الاوضه دي، عايزه اشيل الارض. طبعا كالعاده ليلي مش هتخليني انا اسيق. فيلا الحمد لله. المهم ان احنا برضو نضفناها، دخلنا فيها طاقه ايجابيه، وشلنا الاتربه، شلنا الكلام ده كده كله. اللحيفه اللي على الوش انا بطبقها وبحطها في الدولاب، والبطاطين نفسها بخليها على السراير. يعني بتعمل لهم دفا. كنت الاول بشيلها، بس كل ما الجو ما يسقع، كل ما تسيب الحاجه تعمل شويه نوع من انواع الدفا. حتى الستاره اللي ورا ثانيه واحده. كنت بقول لكم، حتى الستاره اللي ورا المكتب دي انا هقفلها معاكم دلوقتي. ما مش بنفتح الشباك اصلا زي ما قلت لكم قبل كده، عشان بخاف على التلفزيون يقع، يطلعوا فوق المكتب يتفرجوا من الشباك ولا حاجه. فبخاف التلفزيون يقع، فانا هقفلها بقى خالص كمان، ما بفتحوش. فهقفل الستاره عشان شويه دفى، لان الساعه قرصت قوي. هنا كنت بفكر احط اللبس ده فين، اللي هو الاكياس بتاعه اللبس الصيفي. إيه عايزه اشيلها عشان هم فرحانين بالحاجه الجديده، وخايفه تتفتح، خايفه كلام من ده كله. فعايزه اشيلها. كنت حطاها في الرف الفاضي اللي انا حطيت فيه الغطيان. فانا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ الضرفه اللي من جوه من تحت الجواكت والكلام ده كده كله هحطها مع الشنط. احنا يا انسه خليني اخلص. تتعارك مع اللعبه، تخيلوا. بصوا بقى، حطيتها مع شنط المدرسه، هحط برضو شنط المدرسه. احنا مبدئيا ما بنروحش المدرسه. حصل مشكله كده، هو مش مشكله معانا ولا حاجه، ولكن الابونيه خلاص ما بقاش يجي، وما عرفناش اصلا. طلعنا الصبح بدري، وقفنا ساعة كاملة بره في الطريق، والعيال تعبوا، والكتب على ظهرهم في الشنط والكلام ده كله. كان معايا ليانا على ايدي كانت صاحية، وفي الاخر ما جوش يعني. وبعدين اكتشفنا ان الابونيه اصلا حصل فيه مشكلة في العربية وكده. فمش عارفين بقى هنروح مش هنروح. احنا لحد النهارده انا جاني برد وهم جالهم برد، فمش مالكه ان انا اوديهم المدرسه. كنت انا هودي واجيب. فالصراحه لحد دلوقتي احنا محتارين. ده تاني اسبوع عدى اهو، ومحتارين ان انا اودي واجيب ولا بلاش خليهم في الدروس بس. هم عامه بيروحوا الدروس بس. المهم يعني هشوفه في الفيديو اللي جاي بعد ما لبسوا وخلصتوا الكلام من ده كله، مش هيروح. المهم، انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا بشيل الملايات كلها. ملايتين السرير. بصوا اللعب في كل حته. طبعا هفصل الكاميرا واجيب اللعب اللي هتقع، لان انا جنب السرير ده وجنب السرير ده جنب الحيطه في عمود. عمود صغنوني كده، هو قيمه يا دوبك صبع بالظبط. فاللي هو يعني 5 سنتي تقريبا او حاجه من هنا ومن هنا. فبينزل حاجات جوه، عشان كده بحط لهم مخدات من هنا ومن هنا. بصوا بقى، العلبة دي انا بحط فيها كل الالوان وكل الاقلمة بتاعتهم، الرصاص المتكسرة اللي مش عارفة ايه، بيستخدموها في الرسم في البيت، كلام من ده كده كله. فبحطها لهم هنا. كل حاجة متبعترة كانت فوق السرير، وقعت من على الملاية، وغير اللي هو كان في الارض والكلام من ده كله. بصوا حتى المقلمة دي جديدة، مش حاجة بتاعت زياد بتاعت الكيجي، بس جديدة اللي لقيتها جديدة. طب انتوا بتلعبوا بيها ليه؟ قلت لهم لا شيلوها لي. زياد معاه المقلمة بتاعته، في مقلمة تانية حطله فيها الالوان، يعني فاضيين الالوان من العلبة الورق بتاعتها حطها له فيها. فقلت له جينا، لا حطها لي دي في شنطتك، وحطي لي فيها الالوان بدل ما هي متبحتره في الشنطه. لقيت قلم رصاص جديد في وسط اللعب، مش عارفه ايه الكلام من ده كده كله.
هبدا بقى ان انا اظبط كل حاجه. قلت لهم لا انتوا كل يوم هتصحوا تلعبوا ومفيش حد بيراجع وكمان مفيش مدرسه درس بس، لا، يبقى الدرس والمراجعه يعني زي ما بتدوا في وقت اللعب او وقت الاجازه اللعب حقه، يبقى في وقت الدراسه تدولي الدراسه حقها والمذاكره حقها. طبعا كنت زعفت ونضفت برضو الشباك. طبعا الشباك تاني ما فتحتوش ما نضفتوش، مش هكذب عليكم، هو من اخر مره نضفت وانا قافلاه، بس هنضف برضو التلفزيون والكلام ده كده كله. نضفت الشباك المفتوح لان الحاجه المقفوله مش بتلم تراب زي المفتوح، يعني السلك بتاع الشباك المفتوح عشان مفتوح الهواء بيدخل، فالسلك لازم يتنضف يعني كل يومين بالظبط كده لان بيلم تراب كتير قوي. حتى المكتبه ديت العجله دي كنت مكلماكم عليها قبل كده، والله عايزه الونها تصدقوا. كان اخويا وصاحبه هما اللي عاملينها بالاركت ايام ما كان في الثانوي، دلوقتي ربنا يبارك له خلاص يا رب نفرحوا بيه قريب ان شاء الله. ف رجع بقى كل حاجة في مكانها تاني. ليلي 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 ليان بحبك. نادي عليها ما تردش على ام حلها بحبك تضحك لي. بس نرجع كل حاجة في مكانها تاني كده كله في السريع. دي كراريس المدرسة لقيته مطلعها كده، ودي الكتب بتاع الترم الاولاني. طبعا احنا جبنا الكتب بتاعة الترم التاني، انا اشتريتهم السنة دي ما خدتهمش من المدرسة، ما بشتريهم من بره. انا اخرهم 300 جنيه، 250 300 على حسب يعني العام الدراسي. جوه المدرسة 1000 و1000 وشوية. احنا تجريبي لغات ففي حاجة غريبة شوية في الاسعار، بس يلا ما علينا. فحطيت لهم بقى اللي هي في الشنط كتب الترم الاولاني، حتى لو ما راحوش المدرسة احنا هنذاكر لهم من كتب المدرسة في البيت، والدرس يبقى كتب الدرس اللي هي الكتب الخارجية. هنا بصوا قفلت الستارة ورجعت المكتب مكانه. عايزه احرك المكتب ده واشوف ايه اللي تحت منه، اكيد هلاقي بهدله لاني مفتح زي ما انتم شايفين كده، بس والله خايفه من التلفزيون لانه بيتحرك معايا، وانا عايزه في يوم كده هو تكون ليلي بس بعيد لاني ورا مني في المشاية هتشوفوها. فبخاف تخبط حاجه توقع تكسر، يعني انا ممكن اشيل التلفزيون من الاسلاك واشيل زي ما كنت بشيل الاول. عايزه ايه وقعت. ف يلا الله المستعان. شكرا على الكومنتات الحلوه بتاعت الفيديوهات اللي فاتت، شكرا لكل حد بيكتب لي دعوه حلوه، ولكم المثل ان شاء الله. عايزه ايه استنى اشوف. ماسكه اللعبه السيليكون كل لما تيجي تعض فيها باسنانها تتغاظ زياده، مش عارف. الحاجات اللي بيقولوا عليها العضادات والحاجات دي للبيبيهات مش بحسها بتنرفزهم، يعني انا منرفزه ليان قوي مش عارفه ليه. اخ تزعق لي بتخوفني يا خدي. بصوا ورايا في كل حته عماله العبها باكياس المخده، عايزه تاخد هي عطت لها واحده، بس عايزه تسحب اللي في ايدي وعايزه تسحب الناحيه التانية. مشاكس ده مشاكس، عارفين القط مشاكس بتاع سندريلي بس مش شرير كده زيه. بس دلوقتي بقيت لما اجي افرش ملايه انا اقول لهم تعالوا اختاروا احط دي ولا احط دي، يعني هما من ورا الكاميرا واقفين وانا بطلع الملايات. كنت هفرش ملايه زي اللي فرشتها في اللي هي طقم بتاع السريري، فقالوا لي لا عايزين دي، كنت مطلعاها وفرشها لهم. عايزه ربنا يسهل بس كده اهو. حاجه بقت نار نار. عايزه اجيب ملايات ساده يعني واخلي المخده لون والملايه لون. مش بحب الحاجه الجاهزه على فكره، لو هتقولي في جاهز منه كتير، لا انا ما بحبش الحاجه الجاهزه. الجاهز بيحصل فيه مشاكل كتيره قوي، يا اما الملايه مش مظبوطه على مقاس السرير، يا اما المخدات مش مظبوطه. ممكن برضو بلاقي نفس الحوارات ديت في التفصيل، بس على الاقل التفصيل الملايه بتريحني انها كبيره. بس مش على ارخص وغالي، لان كده كده كله بقى نفس السعر، كله بقى في الغالي. بصوا كل ما اكنس من ناحيه بالمشايه تجيب لي تراب الناحيه التانيه. سامعين صوتها؟ هي عامله نفسها بتعيط بتهزر. هي عامله نفسها بتعيط، عامله لي كده اسطوانه كده هو يعني بتعيط يعني بتهددني. بصوا بقى بعد ما فرشت طبعا المكنسه عندي يعني مستفزه قوي في الشفط بتاعها، فانا جايبه المكنسه الخشنه دي للسجاد،
فلما فرشت الموكيتا اكنس كده اهوت بتطلع حاجات تانية من الموكيتا نفسها. مثلا شعر، تراب صغنن كده ابيض، حاجات كده يعني. مش بيطلع في التنفيذ، في حاجات بتبقى ماسكه في الشعيرات بتاعه السجاد والموكيت. بس كده خلصت كل حاجه، الحمد لله الاوضه نضفت وبقت زي الفل. بقالي فتره محرصه انا برش معطر في الاوقات اللي هي صيف فقط لا غير، لكن اي حاجه تاني خريف ربيع شتاء مش هينفع عشان صدر الولاد. قفلت ستاره وستاره تانية فاتحاها اهي، هي دي اللي بنهوي الاوضه بيها. بس تعمل دفى كده في المكان كله، بقى نضيف وزي الفل وبقى مية مية. المهم ان انا هقفل معاكم الفيديو هنا، مش هطول اكتر من كده. هو متنسيش باللايك وبشير وسبسكرايب وكومنت حلو، في دعوه ليا، واستنوني في فيديو جديد. واستودعتكم الله، ولا اله الا الله، محمد رسول الله.